منطقة الراحة ومنطقة عدم الراحة ده مصطلح كلنا سمعنا عنه. بنستخدمه لما بناخد خطوة جديدة أو بنعمل تغيير في حياتنا أو بنواجه تحدي. بس أنا شايفة إن التعبير ده مش دقيق، بالعكس يمكن يخلي خطوة التغيير أتقل وأصعب من الطبيعي. خليني أسألك، لو قلتلك أنا مرتاحة، هل ده معناه إني تعيسة مش راضية أو محتاجة أغير حاجة في حياتي؟ بالعكس. طيب هل إحنا فعلا بنتحرك من منطقة الراحة لمنطقة عدم الراحة؟ في الحقيقة لو مفيش ظروف خارجية بتجبرنا على الخروج زي الحروب، الكوارث الطبيعية أو أي موقف خارج عن سيطرتنا، غالباً إحنا بنخرج من مكان مش مرتاحين فيه أصلاً. والمقارنة مش ما بين الراحة وعدم الراحة، المقارنة ما بين المعروف والمجهول. يمكن كل يوم بتروح الشغل وتحس إن مجهودك مش متقدر، أو بقيتي حاسة إنك واقفة مكانك مفيش تطور، بس جواكي إحساس إنك تقدري تعملي أكتر من كده. ويمكن تكون في علاقة بتستنزفك، فيها كلام ومواقف بتوجعك، ورغم كل اللي بتمر بيه ورغم كل اللي بتحسيه، انت موجود في المكان ده لأنك عارفه كويس، عارف الكويس والوحش فيه، عارف الناس، عارف القواعد، وغالبا عارف ايه اللي هيحصل بكره. أما المكان اللي رايح له ففيه عدم راحة، هو كمان في البداية في تحديات مختلفة وأسئلة كتيرة. يمكن تكون وظيفة جديدة وبتسأل نفسك هقدر أثبت نفسي، أو قرار إنك تنهي علاقة كانت بتأذيكي لكن مش عارفة الحياة بعدها هتبقى عاملة إزاي، أو فرصة عمل في الخارج حلمتي بيها سنين لكن برضو خايفة من الغربة، من البدايات الجديدة، لأن المجهول هنا أكبر من المعلوم. كل خطوة بتكشف جزء صغير من الطريق، وده طبيعي يصاحبه خوف، قلق، وتردد. عدم الراحة هنا مش جاي من المكان نفسه قد ما هو جاي من إنك لسه ما تعرفوش، لكن المكان ده ممكن يكون المساحة اللي بيحصل فيها التعلم، النمو، التغيير. فيمكن إحنا مش بنخرج من الراحة علشان نروح لعدم الراحة، يمكن الأقرب والأدق إحنا بنسيب حاجة بقينا عارفينها ونتحرك ناحية حاجة لسه ما نعرفهاش، ومع الوقت اللي كان مجهول بيبقى معروف هو كمان. فاسأل نفسك، أنا فين دلوقتي؟ في مكان بيوجعني بس أنا عارفه، ولا واقف قدام مكان جديد نفسي أروحه بس المجهول فيه مخوفني؟ ولو أنا باقي هنا، هل أنا بختار البقاء ده بوعي ولا أنا اتعودت عليه؟ يمكن أول خطوة مش إنك تتحرك فوراً، يمكن أول خطوة إنك تعرف أنت واقف فين، باقي هنا ليه، وحاسس بإيه.